انا من النوع اللي ما بحبش المشاكل وما بحبش الاذيه لحد، ودايما في دماغي اللي هو يعني الناس فيهم اللي مكفيهم، فاحنا مش هنيجي نزود عليهم. بس انا حقيقي النهارده هتكلم في الموضوع ده عشان محدش فيكم يتحط في نفس الموقف اللي انا اتحطيت فيه، ومحدش يقول لي ان انا متحامله على حد او ان دي هرمونات حمل عشان أنا خلاص ولدت. خلاص مالكمش حجه، انا ولا بتحامل على حد ولا باذي حد. بس انا بصراحه اتحطيت في موقف حرق دمي جدا في يومين العيد دول، نكدوا عليا. فخليني اقول لكم ايه اللي حصل، خاصه ان انا كنت اصلا مبسوطه ان وليد اداني العيديه قبل العيد باسبوع. شوفوا التفكير بقى، قال لي خدي العيديه بتاعتك. هي قلت له العيديه دلوقتي وتخليها يعني على العيد وكده؟ فقال لي لا، عشان لو حابه ان انت تطلبي حاجه تلحقي تطلبيها وتوصل لك على العيد فتستخدميها. شوفوا بقى التفكير ازاي. فبعت بقى جبت كل الحاجات اللي انا عايزاها، حاجات بقى السكين كير وحاجات للبادي كير وميك اب وكده. جبت كل اللي انا عايزاه من اكتر من مكان، وبعد كده في اوردر منهم وصلني يوم الوقفه بالظبط. فبشيك كده على الاوردر لما المندوب مشي. انا كنت متعامله قبل كده مع الموقع ده ومجرباه والدنيا تمام تمام، لدرجه ان انا اصلا كنت بقول لاصحابي لحد ما جالي اوردر يوم الوقفه. فكنت طالبه حوالي 6 أو 7 منتجات، فشيكت على كل حاجه كله تمام ما عدا باليت اي شادو كنت طالباها مش هي دي اللي انا طالباها. فانا بصيت فيها كده وبعدين قلت ايه ده، لا ده مش ده اللي انا كنت عايزاه، ولا انا يمكن شفت الصوره غلط ولا ايه. فدخلت على الاوردر اللي انا طالباه، لا انا عايزه حاجه واللي وصلني حاجه تانية. دخلت على الايميل اللي بيني وبين الويب سايت نفسه ان هم هيبعتوا لي ايه، لقيت لا انا طالبه حاجه وهي دي اللي هتتبعت لي، بس اللي وصلني حاجه تانية خالص. فالمهم قلت ايه، احنا في وقفه وصباح عيد وكده فاكيد مش هيردوا. بس قلت لما ابعت لهم انه الدنيا تمام والاوردر وصلني وكل حاجه، بس في ايتم ده حاجه انا طالبه حاجه واللي وصلني حاجه تانية. وعادي ما قعدتش ازن بقى في فتره العيد، عارفه الناس كلها اجازه بقى وكل سنه وانتم طيبين والناس بتعيد وكده. فقلت مش هزن اكيد، يعني هيردوا عليا بعد العيد على طول، ويا هيبدلوها يا هيرجعوا لي الفلوس، مفيش مشاكل. بعتوا لي ان المشكله بتاعتك تمام وصلت وكده وهنتواصل معاكي خلال ايام. وفعلا بعتوا لي بعد العيد على طول يمكن صوره المنتج اللي وصل لك. بعت لهم ان انا كنت طالبه الباليت دي واللي وصلني حاجه تانية. فقالوا لي طب ممكن صوره المنتج على الطبيعه. فرحت صورت الباليت وبعت لهم ان دي اللي وصلتني وانا كنت طالبه واحده تانية. طب الباركود اللي على الباليت، طب اوكي ادي الباركود اللي على الباليت، صورته وبعته. فقالوا لي اه فعلا ده واضح عن تاني يوم بقى او بعدها بيوم. المهم يعني فعلا واضح عندنا على السيستم انه الباليت تمام مظبوطه والباركود مظبوط، بس اللي وصل لك حاجه تانية. طيب دلوقتي ايه العمل، ايه الحل؟ دلوقتي عايزه ابدل الباليت دي، يا اما يعني تدوني فلوسي بقى وانا هروح اجيبها من حته تانية. طيب هو في 2 باليت تاني ممكن ان انت تختاري ما بينهم برضو من نفس النوع وكده وتبدليها بالباليت اللي معاكي. فانا برضو مش عايزه دول، انا عايزه دي. فلقيتهم بيردوا عليا في الايميل يعني انه لا هو متاح ان انت يا تبدلي الباليت بباليت تانية من نفس النوع، يا تختاري اي منتج تاني من على الويب سايت، انما مفيش فلوس. مفيش فلوس؟ مفيش فلوس ازاي يعني؟ ازاي انتوا حاطين صوره المنتج غلط وبعتين لي حاجه غير اللي انا طالباها، ويا اما ابدلها بحاجه زيها يا اما اي حاجه من على الموقع يا اما اتفلق واضرب دماغي في الحيط. انا هو ده اللي وصلني. يعني اصلا في العادي خلال 14 يوم لو اشتريتي من اي مكان في الدنيا حتى لو اونلاين ان انت من حقك ان انت ترجعي المنتج او تستبدليه خلال 14 يوم دول. فانا دلوقتي جاي لي حاجه اصلا غير اللي انا طالباها، فاقل واجب يعني شكرا يا فندم ليكي فورا هنبعت لك مندوب ياخد اللي عندك ويديكي الفلوس بتاعتك. انتوا عارفين قدرا كده انا اصلا لما قعدت ابص في البلد قلت ايه، هي البلد كلها شمر ولا اللي انا طالباها دي كلها مط وطالبه الوان بتليق عليا. فانا كان عندي واحده صاحبتي قلت يعني كده ولا كده هشوفها قريب، فخلاص يعني ممكن اخللها البلد دي لان هي بتستخدم حاجات نفس الالوان دي والالوان دي بتبقى جميله عليها وكده. عادي هطلب بقى ان هم يبعتوا لي البلد اللي انا اصلا كنت طالباها من الاول. انا فعلا كانت نيتي كده، بس هم عبال ما ردوا على بعد العيد فايه لقيت الكلام رايح في سكه مش عجباني، يعني في سكه كده مش مريحاني. فانا اساسا كنت ناويه لما يقولوا لي خلاص انا بعت لك البلد دي اقول لهم خلاص ابعتوها مفيش مشكله وانا هخلي برضو اللي عندي، وكنت هدفع حق التانية. يشوفوا انا كان في نيتي ايه ولقيتهم هم بيتصرفوا. فقلت ايه اشوف بقى اخرهم، يعني اشوف بقى لو حد حصل معاه الموقف ده. لان انا عاده لما بدخل على ويب سايت او اي مكان اطلب منه اوردر غالبا مش بكتب مريم صقر بقى وكده ويا تعاملوني كويس يا اما بقى مش عارفين اعمل فيكم ايه، لا يعني عادي غالبا بكتب اسمي الثنائي ببقى عايزه اشتري زيكم عادي. فانا اساسا بتكلم معاهم على اساس ان لو اي حد في الدنيا حصل معاه موقف زي ده من حقه ان هو ياخد فلوسه. فانا بقى رحت قلت ان دي طبعا معامله مش محترمه وده اسمه غش، لما تبقوا حاطين صوره منتج ويوصلني حاجه تانية وكمان بتجبروني ان انا لازم اشتري من عندكم. طب ما انا اخد الفلوس واروح اشتري من اي مكان تاني، ليه لازم اشتري من عندهم؟
ويعني هي جت في حاجه بسيطه اللي هو يعني بالت ب 200 جنيه ولا حاجه يعني. فتخيلوا لو كان الموقف ده حصل في حاجه كبيره، وبعدين هم عندهم اكتر من قسم كده يعني، في سكين كير وفي برفانات وفي ميك اب. افرض واحده هي الفلوس هي دي اللي معاها، ولا معاها حد يجيب لها حاجه غيرها، ولا هي معاها فلوس تاني مثلا تجيب وخلاص مظبطه نفسها ان هي تطلب الحاجه اللي هي عايزاها. افرض مثلا واحده طالبه غسول لعلاج الحبوب اللي في البشره او كريمه او اي حاجه وصل لها غلط، ليه تلبس المنتج ده؟ يعني ليه تلبس حاجه هي اصلا مش طالباها وهم ما عندهمش استرجاع، مفيش فلوس؟ انتوا عارفين ادوني انطباع ان هو لا، ما صدقنا ان احنا بعنا وما صدقنا ان احنا خدنا الفلوس وخلاص بقى مش هنرجع لك حاجه. بعت لهم بقى ان انا اقل بيدج عندي عليها مليون، وان انا طبعا هطلع اتكلم عن الموقف ده، لان بصراحه ما بحبش ان اي حد فيكم يتحط في موقف زي كده. فمعنى ان هم يجوا تحت ايدي، بصوا انا صعب قوي ان حد يستفزني، صعب قوي ان حد يعني يخليني اذيه، غالبا بجد بكبر دماغي على الاخر وبقول يعني مش مستاهله وكده. فكون الموقف ده حصل معايا في التوقيت ده وكان ردودهم مستفزه بالطريقه دي، ولما بعت قلت ان انا هطلع اتكلم وكده ولا حد اصلا رد على الرساله ولا حد عبرني، دي حركه بصراحه مش لطيفه خالص وما فيهاش اي نوع من انواع الذوق والاحترام غير الغش اللي هم عملوه. دي بصراحه حركه ما تحصلش من ويب سايت كبير كده والواحد يتعامل معاه بامان ويطلب اللي هو عايزه. هتقولوا لي طب ما باقي المنتجات وصلت لك كويس وانت اتعاملتي معاهم قبل كده فابتديتي ان انت ترشحيهم لحد تاني فمعنى كده ان هم كويسين. لا، هو اصلا الناس ما بتبانش في المواقف العاديه، ما طبيعي، ما انا كويسه وانتوا كويسين واللي انا طالباه وصلني، الدنيا هتمشي تمام. الناس بيبان معادنها او بيبان بقى اي حاجه في الدنيا وقت الخلاف الحقيقي. انا دلوقتي في مشكله، انتوا هتتصرفوا مع المشكله دي ازاي؟ بعت لهم على البيج بتاعت الفيسبوك برضو نفس الرد، يا تاخدي بالت يا دي يا دي. طب انا مش عايزه ولا دي ولا دي، انا عايزه اللي انا طالباها في الصوره. الكلام ده كان يوم الخميس، الجمعه عدى، السبت بقى النهارده الصبح لقيت حد بيكلمني، بصراحه شخص ذوق جدا خالص غير اللي اتكلمت معايا يعني على الايميل. التاني كانت يعني بتقطم الرد كده واللي هو يعني بالها طويل قوي، وشوفي انت حابه ايه، واحنا عندنا طبعا سياسه الاسترجاع وكل حاجه، بس هي قالت لك مفيش استرجاع نقدي، هي قالت لك كده انما احنا ممكن نحول لك الفلوس على فودافون كاش. قلت لها بعد ايه؟ انت جايه تقولي كده بعد ايه؟ هي ما قالتش اوبشن انها ترجع الفلوس ده خالص. ما هو نقد دي يعني اما هيبعتوا لي مثلا مع المندوب، يا اما هيحولوا لي على الحساب البنكي، يا اما هيحولوا لي على فودافون كاش. كلمه نقد دي تحتيها حاجات كتير، لا الاوبشن ده ما كانش متاح اصلا. لا هو يا تاخدي دول يا اما خلاص ما فيش، يلا كل سنه وانت طيبه بقى، وراح عليك ال 200 جنيه. ايه ده يعني؟ هم طالبه اوردر ب 1000 جنيه جايين على ايتم واحد طلع فيه مشكله، مش هين عليهم حتى ان هم يتحملوا تكلفه الشحن وان هم يرجعوا لي فلوسي؟ فهم لما شافوا مثلا ان انا بقول كده فاتصلوا بقى عشان يرضوني. ولو حد تاني مثلا ما عندوش بقى بيدجيت ولا يعرف يتكلم ولا ياخد حقه هيسيبوه يعني يتفلق؟ يعني اي حد في الدنيا هيفهمها كده ان انا لما ابتديت اهدد هم كلموني. طب الحمد لله الواحد ربنا كرمه، ممكن اجيب بدل البالت 10، عندي جوزي عندي باباي عندي ناس تجيب لي. افرض حد معهوش ان هو يجيب، ليه يتحط في موقف زي كده؟ قعدت تقول لي طيب ده هي بس كانت هتكمل لك الكلام ومش ما تقصدش ان هي ما تردش عليكي، ده احنا كنا خلصنا الشيفت بتاعنا الساعه 5، رغم ان هي من الصبح تبعت لي ارد عليها، لدرجه ان وليد بيقول لي ما خلاص اقول لهم يا تجيبوا الفلوس يا اما خلاص يعني تديكي رد، مش هنقعد بقى ايميلات رايحه وايميلات جايه. اللي هو لا الموضوع فيه مماطله. انا حتى بقول لها ليه المماطله؟ تقول لا ما فيش مماطله ولا حاجه، بس انت يا تختاري بالت من الاثنين دول، هو ده الاوبشن وانا بحاول اساعدك يا ستي، انا مش عايزه مساعده. فلقيت البنت اللي كلمتني النهارده الصبح لا وعادي وسياسه الاسترجاع ده حتى لو مش صوره المنتج غلط وانت وصلت لك حاجه ومش مناسبه او مش حباها، ممكن عادي ان انت بتطلبي طلب استرجاع يعني وما فيش مشكله وبنرجع لك الفلوس على فودافون كاش. ما كانش الاوبشنات دي متاحه قبل كده خالص خالص قبل ما اقول البقين اللي عندي. وانا لما بقول ما ببقاش بهدد، انا لما بقول ببقى هعمل فعلا. حطيت نفسي مكان اي واحده ممكن بقى ما تكونش تعرف حاجه على الجروبات بتاعه البلاك ليست سيلرز والحاجات دي كلها، ويا ريت وانتم بتشوفوا الفيديو ده تعملوا شير في اي جروب للبلاك ليست سيلرز او الناس دي، عشان ما تتعاملوش مع حد بيتعامل مع العملاء بتوعه بالمنظر ده. لما حد يتحط في موقف زي كده الباقي ياخد باله ان هو ما يتعرضش لنفس الموقف ده. ممكن تبقى ناس شايفه دلوقتي ان الموقف تافه وان ده افوره ومش مستاهله الموقف دول، بصراحه انا مش بحطهم في دماغي نهائي، لانه اوقات احنا يعني زي بيقولوا كده اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، واوقات بيبقى الموقف مثلا صغير وكده بس هو مضايقنا، مثلا هو صغير في نظر الناس بس كبير عندنا، وعشان كمان بصراحه مش حابه ان اي حد يتحط في موقف زي كده. اي حد بتكلم تقول لي انت عايزه، قلت لها عايزه ايه بعد ايه؟ خلاص انا مش عايزه حاجه. بتقول لي نرجع لك البلت، نرجع لك الفلوس، نبعت لك الفلوس على فودافون كاش، نبدلها لك بقى، خلي دي عندك طيب ونبعت لك قلت لها خلاص انا مش عايزه حاجه. عارفين الاعتذار اللي بيجي في الاخر ده
خلاص ملهوش معنى وملهوش لازمه وخلاص، يعني الموقف عدى وخلص، وانا احس ان دمي اتحرق واحس انها اتضحك عليا، وليه يعني كل القصه دي؟ بس فانا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. انا حبيت بس ان انا احكي لكم موقف العيد اللي حصل، زي حبايه العيد كده اللي بتطلع لنا. حبيت احكي لكم موقف العيد اللي حصل معايا عشان ان شاء الله ما يتكررش مع اي حد فيكم. وبس كده، ما حدش يقول هرمونات حمل يا جماعه عشان ما ازعلش منكم، مفيش هرمونات حمل، خلاص خلصنا الحمد لله، ولدت بالسلامه والدنيا تمام. بس اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.